يقول السائل: لي عم يسب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهل يجوز لي قتله؟ الجواب: ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن ما يتعلق مثل هذا وجب إقامة الحد عليه من أولياء الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سدا لذريعة ما قد يحصل بين الناس أنه سب الله، هذا قريب لي أو كذا حصل أنه سب الله وأنا قتلته، فإنه لو فتح هذا الباب لأريقت دماء أناس بشبهة لا تثبت. وحتى لو كان ذلك فإقامة الحدود لأولياء الأمور، أما فيما بينه وبين الله ليس عليه إثم، أما في المحاكم وفي كذا ممكن يقيمون عليه الحد، سواء بدعوى أنه وجده عند امرأته أو بدعوى أنه سب الله أو بدعوى أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. يعني فيما بينه وبين الله إذا كان ذلك على أن يقين ما عليه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتطح فيها عنزان، بما يتعلق بتلك المرأة التي كانت تحت رجل فقال: لي منها ابنتان مثل اللؤلؤتين وهي به رفيقة، لا إلا أنها تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فتسبه، فيوم من الأيام ما استطاع أن يصبر عليها فأخذ المشاقص وتحامل عليها قتلها. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتطح فيها عنزان، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، دل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله، لكن يكون ذلك إلى ولي الأمر.